للاسف هذا السوء الطالع ديال هذه الاصابات. اليوم تزاد اسماعيل مزال من احسن اللاعبين. ما بقاتش عندي يعني اللائحه ولات غدا وتتنقص، والاصابات ما عندهاش علاقه بلا شارج، لانه ماشي عضليه، اصابات كلها في ديزارتيكولاسيون ولا في العظم مباشره. فهذه فوارق، شفتوا فوارق قداش لاعبين تكونوا في الفوتسال، لانهم قدام علينا في الفوتسال. حنا الدراري يلاه كنخدموا بان ايكيب سينيور. هذا الشيء الا بغينا نشوفوه في المغرب خص من هنا واحد 10 سنين حتى حنا نخدموا على الفئات باش اللاعب يكون بهذاك الشكل. للاسف دازت المباراه بهذا الشكل هذا. نتمنى من الله اننا نكونوا افضل في المباراه المقبله ان شاء الله. المنتخب ديالك كانت كهدايا من اللاعبين ديال المنتخب الوطني اليوم؟ لا بالعكس، اليوم كان شويه توازن، ما درناش اخطاء كثيره. واحد الخطا ولا جوج في الشوط الثاني مقبولين. علاش مقبولين؟ لانه كاين الارتباك، خصوصا من يخرج اسماعيل مزال ولا المجموعه. المهم بالنسبه لي الاخطاء قلات، وحنا غرضنا هو اننا كنوصلوا للشباك. لكن الفوارق كبيره من ناحيه، شوف بدنيا كاينه فوارق كبيره، ماشي لياقه بدنيه ولكن فوارق بدنيه كبيره في ليطاي، وهذاك الشيء اثر بشكل كبير على المنتخب. الدور المقبل هو ضروري، غادي نستمتعوا الى اخر رمق ان شاء الله.